السلام عليكم شباب وبنات. موضوع حلقتنا اليوم الاختلاف والتغيير بالأزمنة والأجيال. أكيد كلنا مرينا بحالة الصراع الداخلي بين اللي علمونا يا أهلنا وبين متغيرات الحياة، وطرحنا السؤال: هل أصدق اللي قاعد أشوفه بعيني لو اللي علموني يا أهلي؟ كلنا نعرف أنه الحياة بيها متغيرات، لكن بنفس الوقت بيها ثوابت دينية وأخلاقية وإنسانية. فمثلا الرشوة عمرها ما راح تقنعني أنه هي هدية، والقروض بفوائد عمرها ما راح تقنعني انه هي مو ربا، والسرقة من المال العام عمرها ما راح تكون شطارة، لان هاي ثوابت مهما حاولت تجملها وتحسن مظهرها راح تظل اموال حرام عمرها ما راح ترتاح بيها. ومال اللبن للبن ومال الماي للماي. من الجهة الثانية اكو متغيرات لازم نتجاوزها ونخليها ورانا، لان ما راح تفيدنا بشي، وبالعكس راح تضرنا وتضر الآخرين. وأفضل مثال هو الطائفية، وقضايا عمرها أكثر من 1400 سنة من تاريخ انكتب وتحرف 1400 مرة ومرة. وش راح نستفاد إذا نبشناه؟ وشنو استفادوا اللي نبشوه قبلنا؟ وشنو راح نقدر نغير بالتاريخ؟ لكن نقدر نحاول نغير بمحاضرنا ومستقبلنا، ونقدر نتجاوز هذا الماضي ونعيش حياتنا. كافي الكل يتاجر بعراقيتنا، كافي اللي خسرناه بسبب هذا الماضي، وكافي اللي راح نخسره أكثر وأكثر إذا ما غيرنا حاضرنا، والحليم تكفيه الإشارة.